عاملين ايه؟ الفيديو ده قد يكون قصير شوية ولكنه مهم جدا. هنتكلم في حاجة ليها علاقة بالتسويق. في عندنا نظرية الكومباوند او النظرية بتاعت خلينا نقول العميل اللي بيجي بالتراكم. حملات الدعاية لما بتتعمل بتفرق. لما تكون بتخاطب عدد اشخاص اقل من حملات دعاية اخرى بتخاطب عدد اشخاص اكثر. يعني ايه؟ يعني طبيعي في حملات الدعاية مثلا انت هتدفع، انا هدي امثلة. انت هتدفع 1000 جنيه مثلا فيجيلك يجيلك 10 عملاء، مش الاعلان يوصل ل10 عملاء، يجيلك 10 عملاء. فالمفروض المتوقع لما ادفع 2000 يجيلي 20 عميل. اللي بيحصل بقى مش كده. اللي بيحصل ان انت لما بتدفع 2000 يجيلك 25 عميل او 30 عميل. في عميل في النص جالك. العميل الاول او ال10 عملاء الاولين جم بال1000 جنيه الاولانيين، وال10 عملاء التانيين جم بال1000 جنيه التانيين. الله، طب وال10 اللي في النص بقى، التالتين دول او من 5 ل10، ده العميل اللي جالك لما شافك مرتين. وده بيحصل كتير قوي. عميل يشوف اعلانك وبعد كده يفلت منه. عميل يشوف اعلانك وما يقتنعش قوي، فلما يشوفه تاني يقتنع. عميل لما يشوف الاعلان للمرة التانية يبدأ يشاور عقله او يراجع نفسه في ان هو ممكن يكون محتاج الخدمة اللي انت بتقدمها. كل واحد في عميل مثلا يجي لك في المرة لما يشوف الاعلان مرتين يجي لك بعد المرة التانية لمجرد ان هو في وقتها ما كانش موده في شراء. التوقيت اختلف. فلذلك حملات الدعاية والإعلان وطبعا بتكون على أساس مبني على التسويق أو على أساس تسويقي. لازم تكون مدروسة بعناية. لأن أنت لما بتصرف حملات دعاية بشكل معين لازم الاستمرارية، ولازم تكون على فترات معينة، ولازم تعمل تنوع في حملات الدعاية. يعني ما فيش حاجة اسمها أنا معايا 50 جنيه راح أعمل بيها إعلان ومعايا 100 جنيه أعمل بيها إعلان. لا، ما ينفعش. هتعمل إعلان وهتقف يبقى أنت خسرت كم عملاء رهيب كان هيجي لك لما يشوف العرض بتاعك تاني ويقتنع بيك أكتر. او حد يرشح له اللي يبقى هو شاف اعلانك مره مثلا وقريبه شاف الاعلان مره، فقريبه يبعت له الاعلان تاني اللي هي تاني مره دي، فيقول لك خلاص هاجي. فما ينفعش انك تعمل حملات دعايه وتتوقف. حملات دعايه للاسف دايره مش منتهيه، دايره ما بتخلصش. وده اللي بيفسر لك على فكره الشركات الكبيره اللي زي بيبسي وكوكاكولا والكلام اللي انت عارفه ده كله بيفضلوا يستمروا يعملوا اعلانات ليه؟ ما هو بيعملوا اعلانات مستمرين لان ده السبب او واحد من الاسباب انه يفضل دايما في بالك ودايما في ذهنك وحاجات كده. ولذلك اقول لك انك لو هتخش دوامة الاعلانات لازم تستقطع جزء من الدخل اللي بيخش لك علشان تفضل تدفعه وتصرفه على الاعلانات. طب المفروض تستقطع كام؟ قال لك النسبة المتوسط 25%. يعني طب انا لسه ما جاليش هاخد ال 25% ازاي؟ لا، ما انت بتعملها بقى بالعكس. فانت بتقول انا المفروض ان انا عايز يخش لي 1,000,000 جنيه فهصرف 250,000. طب لو صرفت 500 عشان يجي لي مليون؟ اسمع بقى، هنا بقى في اقاويل. يقول لك والله الموضوع لو في الاول غير بعدين، لان احنا قلنا عندنا كومباوند. فانت عندك في حملة الدعاية انت صرفت عليها في الاول نص مليون، لكن بعدين بتلاقي نفسك ممكن توصل انك تصرف 100,000 بس ويجيلك نفس الكم اللي كان بيجيلك من صرف النص مليون. ليه؟ لان انت اتعرفت بقى. فبقى بيجي لك عملاء من على المعارف، على عملاء اللي جربوا معاك تجربة كويسة، على عملاء اللي جالك من الإعلان القديم، على عملاء اللي جات لك من الإعلان الجديد. فبيبدأ الموضوع يلعب معاك بشكل تاني. بس اللي عايز أقول لك في البداية إن أي خدمة هتصرف عليها دعاية جنيه لازم تكون بترجع لك 4. لان الاربعه اللي جات لك دي في جنيه اتصرف اتبقى لك 3. التلاتة دول عندك بقى مصروفات واداريات وبتاع، فانت لازم تطلع كسبان في النهايه. ما ينفعش اصرف جنيه عشان يرجع لي 2 فبقى انا كده كسبان جنيه، والجنيه ده بقى انا استقطع منه مصروفاتي وبتاع، الاقي نفسي بصرف دعايه اكتر ما بيجي لي.
ده كده عندك خلل في حاجة، يا في الخدمة يا في الإدارة. فأنت الصح في الخدمات، المعدل الطبيعي في الوضع الطبيعي للشركات بالتحديد أو خصوصا أو على وجه الخصوص إن أنت تصرف جنيه يرجع لك أو يرجع قدامه 4 جنيه. حبيت أتكلم في الحتة دي لأن الدعاية والإعلان جزء لا يتجزأ من هيكلية البيع اللي بتشمل معاهم كمان التسويق. ففكرة البيع دي فكرة كبيرة قوي وهيكلية كبيرة. مش أي حد يقدر إن هو، على فكرة ده اللي بيفسر كتير قوي إن يبقى محلين جنب بعض ويقول لك هو الرزق. هو طبعا الرزق وكل حاجة، ولكن الرزق بيجي عن طريق السعي السليم والسعي الصح، ان انا اشغل دماغي بطريقه مظبوطه. ما ينفعش انا عشان انا ما بفهمش في المطاعم اقول هفتح وربنا يرزقني. ممكن وارد، لكن الاحتمال الاكبر دلوقتي ان انت تخسر او تفشل. فلازم ان انت قبل ما تعمل حاجه تدرسها. الدراسه دي للمشروع اللي انت هتعمله هو جزء كبير قوي من السعي او من عمليه السعي. طيب رزقك مضمون بعد السعي؟ مضمون. هو ربنا اللي قال كده، مش انا اللي قلت. مضمون ازاي بقى؟ والشكل او الصورة اللي رزقك ده يجي بيها دي مش بتاعتك انت. انت اللي عليك السعي، والنتيجة مش بتاعتك. اللي عليك انك تسعى. ولو لقيت ان انت، ولو هتبص على معلش هقول الحتة دي، لو هتبص على النتائج انت مش هتبص عليها من باب ان انت تشوف ايه ده انا المفروض تعبت اكتر فيجي لي اكتر. لا، انت بص من باب تاني خالص، وهو هل انا عملت اللي عليا فعلا، ولا محتاج لسه السعي مش كامل عندي، محتاج لسه اظبط حاجات، اتعلم حاجات. هتبص من الباب ده. ولكن جالك كام وبتاع دي مش بتاعتك انت ومنين مش بتاعتك انت. لان كتير قوي هتلاقي نفسك بتسعى من منطقة وربنا يكرمك من منطقة تانية. ده شيء مش بتاعك انت. اللي عليك واللي بتاعك انت ان انت توكل على الله وتسعى. وزي ما قلت جزء من السعي انك تتعلم وتتقن الحاجة اللي انت عايز تعملها او عايز تكتسبها وتشتغل فيها. وبالتوفيق ربنا يكرمكم ان شاء الله.